حكاية مع شيماء. قصة الأسد الطماع. كان هناك أسد كبير يعيش في غابة شاسعة، وكان فصل الصيف قد حل والجو حار جدا، وكلما اشتدت الحرارة شعر الأسد بالجوع أكثر، فقرر أخيرا أن يخرج من وكره ليصطاد أي حيوان يمر بالقرب منه ويأكله ليسد به جوعه الذي يزداد مع مرور الوقت. وبالفعل خرج الأسد ليجد أمامه أرنبا صغيرا يلهو بجانب الوكر. تمكن الأسد من القبض على الأرنب الصغير، وبينما كان يستعد الأسد لالتهام الأرنب رأى من بعيد غزالا يلهو بجانب الأشجار. فكر الأسد لثواني معدودة وقال: هذا الأرنب صغير ولن أشعر بالشبع، إذا أكلته سوف أترك هذا الأرنب وأذهب لاصطياد الغزال، فهذا الغزال حجمه أكبر من الأرنب وسوف أحصل على وجبة دسمة بذلك. بالفعل قرر الأسد أن يترك الأرنب الذي استغل الفرصة وانطلق مسرعا نحو الشجيرات حتى لا يعدل ملك الغابة عن قراره. ولكن الأسد أصيب بخيبة أمل، فالغزال لم يعد في مكانه، ولكن الأسد لم يفقد الأمل وانطلق مسرعا إلى الأشجار القريبة التي رأى الغزال بجوارها، ولكن أيضا لم يكن هنالك أي أثر للغزال. العبرة من القصة أن تملك عصفور فاليد أفضل لك من 10 فوق الشجرة، كما نقول بالتونسي: عصفور فوق اليد ولا 10 فوق الشجرة، والطماع يبات ساري. النهاية.